هلو هلو يلا نعمل أكلة لزوم العيد، وكل سنة وانتم طيبين يا رب وبخير، وعيد سعيد على الجميع إن شاء الله. يلا مع بعض نحط الدقيق في الكبة ونشوف هنعمل ايه. شوفوا بقى النهاردة الفيديو بتاعي سهل كده وسريع وبسيط، ازاي نعمل الكسكسي في البيت عشان نعمله بقى بالشوربة، ناكله بالحلو زي ما احنا حابين. أكلة سريعة وسهلة وبسيطة وفي دقايق هنعملها. عندك الكبة، سواء أي كبة، كبة عادية أو ممكن كمان المطحنة بتاعت الخلاط، بس هتاخد منك وقت. أنا حطيت هنا في الكبة، أنا عملت كيلو، هعمل 2 كيلو، عملت كيلو قلت أصور لكم في آخر كيلو كده. حطيت نص كيلو دقيق، حطيت عليه معايا بقى كوباية فيها مية وعليها معلقة ملح، كوباية مية وعليها معلقة ملح، الكل ممسوحة، معلقة ملح صغيرة ممسوحة لكل كيلو دقيق. هبدأ أحط شوية مية بشوية مية، معلقة بمعلقة، وهضرب لحد شايفين الدقيق شكله أبيض. الخطوات بتاعتنا إن الدقيق بيتحول من اللون الأبيض للون المصفر ويعمل زي حب الرمل. يبقى أنا كده ضربت ووصلت بالنتيجة المضمونة. طيب أنا لو زادت مني المية وحسيت إن وأنا بضرب في الكبة بالسلاح السكينة عادي إنه بيكلكع معايا أو بيعمل، يبقى أنا المية زادت مني شوية، بزود معلقة دقيق بمعلقة دقيق لحد ما يظبط معايا. طب لقيته لونه فاتح زي لون الدقيق او ما عملش حبات الرمل، يبقى انا ازود معلقه ميه بمعلقه ميه. شوفوا لسه هو بدأ يصفر اهوت، بس لسه شويه. فانا هزود معلقه ميه كمان، انا بحطها من فوق اهيت، وهبدأ اضرب برضو لحد ما اللون يتحول للون الاصفر، لون الرمل كده ومفرول زي الرمل. برضو لسه شوية، هضرب تاني شوية كمان واحط معلقة مية. برضو شايفين انا بستخدم معلقة بمعلقة علشان اطلعه معايا مظبوط وما يزيدش مني، ولو ما عنديش دقيق هبقى كده بوظت الحكاية. خلاص اتحول كده للون الاصفر ومندي كده في ايديكي زي الفل. انا عملت في الوقت ده ايه؟ الوقت ده انا حطيت حلة الكسكسي على النار، او حلة عادية وعليها مصفى وشاشة، وحطيت الشاشة. بصوا حطيت كل ما اضرب حبة احطهم. انا عاملة هنا 2 كيلو، 2 كيلو دقيق. خدوا كوبايتين مية الا حاجة بسيطة، وده بيبقى حسب نوع الدقيق. وبدأت ألف الشاشة دي أنا مخليها للعجين يعني. وتفضل أي حاجة عندك قطن، شرب قطن، شاشة قطن، قماشة قطن، أي حاجة قطن. خلاص وبدأت كده أحط الكسكسي على الحله. انا كنت حاطه فيها معلقه ملح ومعلقه خل عشان ما تسودش، وعلى البخار لحد ما بدأ يعمل معايا بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. خلاص اتجمد كده، قعدته نص ساعه اتجمد كده. باخده اخبطه خبطتين على الرخامه بالقماشه بيبدأ يفك معايا. هبدأ افككه كده بايدي وهرجعه تاني للكبه. هبدأ لكل كيلو دي بياخد تقريبا ربع كوباية مية، هتحطيها بقى بالتدريج، يعني هتحطي الحبة وتحطي عليهم مية. هرجعه في الكبة المرة التانية، وهرجع ارجعه تاني في القماشة، بس اكون غاسلة الكبة من المرة الاولانية. هرجعه تاني في القماشة وعلى البخار، واسيبه كمان تقريبا من نص ساعة لساعة الا ربع. بس في النص بفتح القماشة وبغطي، بقلبه تقلبتين عشان اخد اللي من تحت عشان البخار ما يعجنهوش، واقلبه وارجع اغطيه تاني لحد ما يعمل معاكي زي الرمل كده. وتدوقيه كده تلاقيه طعمه ناعم في بقك بيدوب. لو لقيتيه لسه عامل يعني بيتندغ بصعوبة، يبقى لسه عايز يستوى، يبقى دي باين فيه. انت بتطفي عليه لما تدوقيه وتحسي انه خلاص بيدوب في بقك كده، وان الدقيق تحسي ملوش طعم دقيق وتحول لطعم الكسكسي المعتاد اللي احنا بنجيبه من بره او بنعمله في البيت. دول ال2 كيلو دقيق. طيب انا ما حطيت عليهم معلقه سمنه واحده بس وهو على النار في المرحله التانية في التسويه، ودي للامانه ممكن تشيليها وممكن تحطيها. انا حطيت معلقه وقلبته فيها كده وسبته بقى يستوى بيهم. انا بعد كده بحطه في اكياس في الفريزر، وبطلع الكيس احط معلقتين سمنه على النار يفكوا، واقوم حاطه او زبده، وتقومي حاطه عليها الكسكسي يسخن. سواء بقى هتحطي له شوربه، سواء هتحطي له مكسرات او سكر على الوش، اي اللي انت حباه. عايزه تحطي له لبن، اللي انت حباه، وبالهنا والشفا. وده